لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. إيزيس إلهة الحب والوفاء، واحدة من أهم القوى الإلهية في الديانة المصرية القديمة. امتد تقديسها من العصر الفرعوني إلى العصر الهلينستي ثم الروماني، وتجاوز الحدود إلى اليونان وروما، وشمل مناطق البحر الأبيض المتوسط بأسرها، ومنها بلاد الغال فرنسا حاليا. وأصبحت الإلهة إيزيس جزء من ديانة هذه الشعوب، وانتشرت في أرجاء أوروبا المعابد والاحتفالات والطقوس الخاصة بها. من بين هذه المعابد معبدا وجدنا أطلاله تحت جزيرة ليل دو لا سيتي في العاصمة الفرنسية، وهي الجزيرة التي تقع عليها كاتدرائية نوتردام دو باري الشهيرة، والتي أصبحت نواة لبناء العاصمة الفرنسية فيما بعد. تقول الأخبار المتداولة عبر العصور أن هذا المعبد سمي بير إيسيت. ما معنى هذا الاسم؟ أصل كلمة إيزيس المصري هو إيسيت، تم تحريف النطق في العصر البطلمي ليصبح إيزيس، وكلمة بير تعني بيت. إذن اسم المعبد القديم هو بير إيسيت ومعناه بيت إيزيس، وهذا هو أصل اسم باريس مدينة النور التي استمدت نورها من الحضارة الكيميتية. يعني كلمة باريس هي في الأصل كلمة كيميتية. اعمل متابعة ولايك وشير واعمل انفايت لكل أصحابك. كيميت أصل كل شيء.